هذه نعم قلوبنا. الحمد لله. ولكن الصحراء مغربية غصبا عنك وعند بدي اقول لك خليها معلقه، فتش الصوره بدها تنزل يا جماعه. انا تعبت من تعليق الصوره، كله معلق الصوره، وقتاش بدك تنزل الصوره؟ وقتاش بدك تقولوا انه مع القضايا الحقه؟ وقتاش بدك تضلك انت مع القضايا الحقه ولا خايفه تطلع ترجع على الحدود يوقفوكوا؟ وقتاش معلقين الصوره واحنا مع القدس؟ انت بعثتي لي اكثر من 2000 جندي مغربي هناك في فلسطين، بقاتل في فلسطين، بعتي لي الوزير الامن واقف على حد منطقه ايرس يطمن على الجند الاسرائيلي، ما تطمنش على اخوه الفلسطيني. قولي لي وقتاش انت والقدس في قلبك لسه يا حبيبتي؟ بعتي لي ممرضات عشان يطبطبوا على الجند الاسرائيلي، ما بعتيش ممرضه لي انا تطمن علي انا بعد ما بيقتلوني وبقتلوني. شو بعتي انت؟ قدس مين اللي معلقه؟ على حاجه ثانيه على دكتورة مع الأسف يعني إحنا على حاجه ثانيه على صدرك. دكتورة إحنا من بداية الاحتلال ابعتيها بس على صدرك واحنا ما عارفين وإحنا نسمع شعارات على صدرك. الأخت دكتورة ما تصلي عشان هيك ناس، بس كلمة أخيرة قبل ما أنزل. كرهونا مثل هيك صرنا نكره حتى كل احنا القدس في قبلتنا، القدس معلقه في صدر بيتنا، خلي علقي حاجه ثانيه في صدر بيتك. دكتورة هاي احنا في شعب فلسطيني طوق من بداية الاحتلال وما قبل الاحتلال واحنا نسمع شعارات. 70 سنه واحنا بنقولوا احنا القدس معلقه في صدر بيتنا. منين ما نعرف؟ ما وقعتش من الصدر. هل القدس اللي بوصلت وبتشير للقدس بتعامل مع امريكي وبتعامل مع صهيوني؟ بتعامل مع اللي بقتل فينا كشعب فلسطيني؟ هذا هو اللي دعمك للقدس؟ انا حيكون عندي باذن الله حطلع نساء من الاراضي المحتله، انا قابلتهم من نساء من الاراضي المحتله وقالوا لنا كيف الغزو العسكري المغربي بيكون وكيف بيسووا فيهم، واحنا طلعنا معنا في البث المراه اللي قالت اغتصبني مغربي امام ابي واخوي، اغتصبني وقالتها قدام كل الناس. انا اغتصب، حطت اسمها بالكامل، اخت سلطانه ومعروفه من هي سلطانه، كيف بيتها تحاصر بيتها ومنعوها، منعوا عنها كل شيء سلطانه عشان كلمه الحق. حيكون معنا النساء من الاراضي المحتله يتكلموا عما حدث من الغزو العسكري المغربي. انتم مغيبين، الشعوب العربيه مغيبه عايشه تحت نظام عسكري، بتخافوا تتكلموا الحق، بتخافوا على الدرهم، وانت مع الاسف يعني حتى في بعض الاخوه بيكتبوا لي هون يعني الملك بنفسه بيقول رئيس لجنه القدس، لجنه مال القدس. اي ملك؟ ما تحطوش على العالم يا شيخ. يعني عن جد يعني لهالدرجه احنا يا ابو محمد احنا خسرنا من زمان، حاطين ايدهم على اليهود، لسه بدنا نخسر 75 وهم خاينين ولسه بدنا نخسر. الاقصى القدس 35 وزير ليش اجوا على القدس؟ اسالهم ليش اجوا؟ عشان يبنوا الكنيس في الاقصى الشريف، عشان يهودوا ويقسموا الاقصى، واحنا لسه خايفين على خسارتهم. ما هم من زمان بايعيننا وبيضحكوا علينا انهم معانا في القدس وواقفين مع القدس. من زمان العالم العربي بايعنا وبيضحك علينا، احنا معاكم حبا وروحا، وبيطوعوا مع الكيان الصهيوني وبيدعموا الكيان الصهيوني. لا دكتوره دكتوره بس هون بدي اوقفك، دكتوره بس هون بدي اوقفك، ما حدا باعنا، احنا لا منباع ولا مننشرى. اللي بدي يبيع وبدي يطبع ببيع نفسه، ببيع دينه وكرامته وشرفه. احنا لا منباع ولا مننشرى. اللي بده القدس، هاي القدس قدامه موجوده، روح يتفضل. اما احنا لساتنا صامدين، احنا عم ندافع عن كرامكم وشرفكم ودينكم. يا انتوا اللي بتطبعوا، يا انتوا اللي بحجه التطبيع عمالكم بتكونوا بندافع عن القدس. اللي بيقول لك مكة قبلتنا، لكن أولى القبلتين هي الأقصى الشريف وثالث الحرمين الشريفين، وربنا ذكرها بالقرآن. وأنتم بإذن الله حتنحشروا عنا، ربنا يحشركم حشرة السواد عنا. بس دكتورة تعرف يعني عن جد يعني خلينا نحكي بواقعية، هذول حتى الناس اللي هذول بيحكوا ما بيعرفوا شو أهمية القدس. يا دكتورة، القدس بلشت من سيدنا آدم، بأمانة سيدنا آدم تناقلت لآخر نبي اللي هو سيدنا محمد. سيدنا محمد من بعده سلمها لأمة محمد. لهيك هاي أمانة في أعناقنا كمسلمين، وواجب على كل مسلم بقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله إنه يدافع عنها. القدس مش إلك كفلسطيني بس، لكل موحد، لكل مسلم. لهيك انت من واجبك انك تدافع عنها، مش تحط ايدك بيد الصهاينه اللي بيقتلوا فينا واللي بيحتلوا مقدساتنا.
لهيك كل شعاراتكم وكل زيفكم ما بيمشي علينا كشعب فلسطيني. لهيك بقول قضية قلبا وقالبا نحن مع فلسطين. طب وبعدين يا ناس تعبنا، دكتورة بعدين دكتورة هلكتونا. احنا كاشفين. كذابين يا دكتورة. لو مساء سمحت الخير، اخذ يسعد كلمة لي عشان مساك. الصهاينة المغرب. اتباع الصهاينة. مساء الخير. لهيك يا دكتورة بس اسمحي لي بهالكلمة عشان بدي انزل واعطي المجال لغيري. اخر أهلا. كلمة بحكيها يا عرب يا مسلمين اللي بتحكي عن حالكم مسلمين، انا يا عم بدي ما احكي لكم تقوليش إحنا مسلمين شو هي والعرب، نحن فلسطين وشو هي نور. القدس. نحن نور فلسطين وبدنا نصير عرب. والقدس هي كاشفة فاضحة رافعة ومذلة ومعزة، رافعة ومعزة لكل الشرفاء والمناصرين لفلسطين، وكاشفة ومذلة ومحقرة لكل الخونة والعملاء. هي فلسطين. لهيك بنشوف كل هالمطبعين طلعوا على السطح لأن فلسطين كشفتهم. لهيك احنا كشعب فلسطيني مستحيل تمر علينا هيك ألاعيب وهيك شعارات فاضية. احنا كاشفينهم. احمد خليك شوي ما بس نشوف اصلا المرأة كل ما هاي من وين. تطلع. منى خليك يا احمد شوي معي دقيقة. منى مرحبا يا منى من يا السلام عليكم. هلا حبيبتي. تفضل يا اسماء. أنا لا أكون على الدول، ما فهمت شيء. احنا نتكلم عن مشكلة؟ تحرير العقول. انت مع تحرير العقول اصعب من تحرير الاوطان بس ولا حبيبتي بقول لك شيء. شوفي تحرير العقول، بس شو مشكلتك مع المغرب؟ المغرب أشرف منك ما عنديش وأشرف مشكلة من مع المغرب يا غيرك. حبيبتي. لا تحكين على الموضوع هيك، لا تحكين على المغرب هيك. انت عبالة ما تجيش عندي، انت جاي بدك تغلط علي. انت لا جاي تتحاشي يا عمي، شو بيعرفها انا شو بعرف انا هيك حبيبي يعني. مثلا تعال يا اخوي في حضني يا اختي. لا روح عند الاسرائيلي وحطيه في حضنك. ولك عايش اسمحي لي دكتورة. عايش بإنجاز. دكتورة بس مشان اوضح للمتابعين للي بيشاهدونا، احنا لما نحكي المغرب نحكي عن النظام المغربي الصهيوني، ما بنحكي عن الشعب المغربي اللي منهم شرفاء. نحكي عن المغرب النظام الملكي المغربي ما بتقدر واتباعه. تقول لك نعبد الملك كلهم. اللي بده يعبد الملك، مش عارف مين اللي بده يعبد الملك هو خاين بالمنط العريض، هو خاين ما فيش غير هيك. الملك الأخ سرق أحمد. قصور امبارح في سويسرا بتنعم بخيرهم يا حرام. هم متمددين ولسه بيعبدوا في الملك. افتحوه خليه غيروا اللي متعود غير الملوك. خليه يضل يعبد ابو سجرين، خليه يضل بالعبوديه. لو سمحتوا يا شباب يا اخوان، يعني لا تفتحوا علينا جبهة ثانية، الله يرضى عليكم. لا تفتحوا علينا جبهة ثانية. خلي اسمع يا الأخ أبو محمد. وصلتنا لفلسطين. لا توجد جبهة ثانية يا أخي. المغاربة باعوا القضية. لازم ترى ما خصنا باعوا القضية. شو بدنا في المغاربة والصحراء المغربية؟ خلي وصلتنا لفلسطين يا اخوان. اسمح لي ليش تقول مثلا نحن تحت جبهة أخرى؟ لازم تشوف الحقيقة. المغاربة باعوا القضية خلاص. لازم تكون صريح مع نفسك. سامي انت جزائري يا سامي. انا جزائري. باعوا القضيه يا اخي هذه قضيتكم انتم مع المغرب. خلينا احنا قضيتنا الفلسطينيه هي بوصلتنا الاولى. الله يرضى عليك. يعني تقول لي السيده لا تفتحي جبهه مع المغاربه كيف يعني؟ انت مالك؟ انت عايش وين؟ هذا هو طب انت راضي انه المغرب يطبع مع الكيان الصهيوني؟ راضي يا عمي ما اغلب الشعوب في القدس راضي انت؟ اغلب الحكومات يا عم، اغلب الحكومات مطبعه، اغلب الخليج مطبع، وفي الاردن مطبعه ومصر مطبعه. لكن هناك تطبيع من تطبيع يا اخي. هذا راه تطبيع فات الحدود. الشعب المغربي معنا الاردن مطبع والشعب الجزائري معنا. علاقه مع ايوه كونك صريح مع نفسك. دكتورة الله يرضى عليك. هناك تطبيع وتطبيع. عندك مصداقية ما شاء الله. ليش تفتح علينا خلي الشعوب المغربية معنا مع القضية الفلسطينية. لا تكرهون. هذول شعوب منومة. هذول شعوب ليسوا معك يا صديقي. شعب ما عندوش قرار مش ممكن يغير المغرب. الشعب مش المغرب والجزائر. الشعب المغربي مش ممكن يغير حاجة. اسمعني، الشعب الموريتاني غير. الشعب الموريتاني اعظم. الشعب الموريتاني لما حطوا له سفاره اسرائيليه 4 سنين وهو بتظاهر بقول لهم بديش اسرائيلي يكون عندي. الشعب الموريتاني بحق كريم وشريف لما رفض يكون موجوده هناك سفاره اسرائيليه والتعاون مع اسرائيل تظاهر لمده 4 سنوات ينام قدام السفاره يقول لا للتطبيع ولا للسفاره. هذا الشعب اللي اسند عليه. هذا الشعب يقول لا. اما شعب مخدر وعابد وعبد ومذلول هذا ما بيأثرش عليا. شعب ضعيف ما بيأثرش عليا. شعب ما بيأثرش فيا. انا ما بدي شعوب ضعيفه.
دكتورة جاهله. بس لحتى ما ننظم دكتورة بس كلمة، لحتى ما ينظم المغاربة الشرفاء بين قوسين الشرفاء، احنا ما بنعمم على الشعب المغربي، بنحكي النظام الملكي المغربي واللي بأيده النظام الملكي النظام المغربي. انت لما تدعم الصهيوني اللي بحاط ايده بيد الصهيوني، اذا انت منهم، ما بتفرق عنهم، يا بتصحى بتفيك من غفلتك، يا انك انت بتودي لنفسك للتهلكه. هي كلمه. اسمعوا، السلام عليكم. تكلمي على القبائل المحتله من صهيونين في بلدهم. هذا الجزائر بلدهم، هذا الجزائر القبائل بلدهم. السلام عليكم. وعليكم السلام اخي. تفضل. اهلا وسهلا من الجمهوريه العربيه الصحراويه الديمقراطيه من المناطق المحتله. أزف ألف تحايا والتقدير والاحترام والمودة للأخت الدكتورة هالة. اسمعوا انتم يا المراكة، اسمعوا المغاربة، رانا في المناطق المحتلة اللي راجل يجينا. السلام عليكم. وعاشت الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية، ولانا متعين الجبناء المطبعين. كافي هذا من العيب وهذا من الشتم. عاشت الجمهورية العربية ورانا هون في المناطق المحتلة. بغيت تجونا تعالوا. لا قبل ما نحرر الاوطان محتاجين نحرر العقول. والله يا اخواني، العقول هذه جاهله، العقول صعبه تعبانه. ولكن هذه العقول تاع المغاربه لو تستطيعين تحريرها، مش العبيد. لا نستطيع تحرير هذه العقول. هذه العقول دجنت. تعلمين ماذا يعني التدجين؟ دجنت لقرون على العبوديه والذل والركوع والسجود. لن تستطيعي تحريرها. هل رأيت مثلا عندما تم التطبيع مع تطبيع المغرب وإسرائيل، هل رأيت الشعب مثلا يخرج إلى الطرقات لم أرى أي شيء. أخي سامي رأينا صغيرة ب100 شخص. 100 شخص. لو حدثت هذه في الجزائر والله العلي العظيم يا الرئيس يبات في السجن، والله يقتل. وتقول لي انت الشرفاء؟ لا يوجد شرفاء يا صديقي في المملكه المغربيه. الشرفاء 5%، 95% عياشه وكيقولهم الملك موت ويموت. التعميم لغه الجهلاء، لهيك احنا ما لازم نعمم شو ما كانت الظروف. لا ما لازم نعمم، احنا بنحكي عن الشرفاء في المغرب. شوف الجاهل هو انت، فهمت؟ الجاهل هو انت. انا تكلمت يا اخي انا مش جاهل. اسمع لي بديت تقول لي الجهل انت هو الجاهل، فهمت؟ انا اعرف المغرب اكثر منك. انت فلسطيني بعيد عن المغرب. انا اعرف يا اخي انا ما بحكي عنك. يا شوف يعني انا مش عارف كيف بيفهموا الكلام بالشكلوه. يا اخي انا بحكي كلمه واحده. يا اخي شوف اسمعني عفوا ثواني بس. اسمعني دقيقة. اسمعني. حق الرد إلي لو أنا سمحت. مغربي. اسمعني لو سمحت حق الرد إلي لو سمحت، بس بدي أرد عليه. خليه يرد. المطبعين والصهاينة إحنا بنكفروا، وهو صهيوني مثله مثل اليهودي الصهيوني اللي عندنا، لهيك ما بنفرقوا مين ما كان يكون. هذا كلامنا كشعب فلسطيني. الشرفاء بنحطهم على رؤوسنا من فوق. والله صراحة أمر الأمة الإسلامية متعب. وضعهم صعب. الأمة الإسلامية أنا مش عارفة هدول كيف مسلمين وكيف يفقهون القرآن الكريم، كيف يقرأوا القرآن الكريم. هم ما بيحبوش يناصروا القضايا المسلمة. كيف بدك تناصر قضية مسلمة وأنت بتقول الله أكبر وبتعرفش كلمة الله أكبر؟ الله أكبر يعني أنه أناصر القضايا المسلمة، مش قضية واحدة بس بدنا نناصرها. يا أختي اسمعي. ترى المغرب كله مع فلسطين بدون كذاب. انظري ماذا سأقول على هذا الموضوع. أنت داخلة بسيطة بعد إذنكم لو سمحتوا. كيف حالك؟ لا ثواني بس بدي أسأل المغرب سؤال. طب أنتم لما حكومتكم طبعتوا، طب ليش ما انتفضتوا بوجهها؟ ليش ما عليتوا صوت كلمة الحق؟ احنا شفنا ترى جميع الدول المطبعة ما عندنا حل. ما كاينش حل دير لهذا الشيء. طب علينا نشوفوا نسكتوا. موريتانيا عملت مظاهرات 4 سنين. موريتانيا بتعمل مظاهرات، ليش رفضت موريتانيا مثلا؟ الأردن كمان رفضت، مصر رفضت. هذيك نحن في المغرب، نحن نتكلم عن المغرب الآن. في المغرب
والشعب قاطع وقعد والله الأردن والمصر قعدوا قدام السفارات، لكن المغرب الوحيدة لما طلعت ولا تكلمت لهالدرجة. أنا لا ما بدي أكلت. تفضل لا أكلت. خلصت يا احمد؟ بدي اتدخل بس مداخله بسيطه. ادخل يا عزيزي، ادخل يا الصقر، تفضل يا المقنع. بدي انا بعيدا عن موضوع المغرب والجزائر، اعتقد الصحراء الغربيه، بس في حد هان من الصحراء الغربيه؟ نعم في بس كان معنا شاب مش عارف وين راح. هل هم بيطالبوا انه يكون لهم دوله لحال، ولا بيطالبوا انه يكونوا مع المغرب، ولا بيطالبوا انه يكونوا مع الجزائر، عشان نفهم لا لحالهم بالضبط. دولتهم لحالهم، مالك جمهوريتهم لحالهم. يعني هم بدهم يكون لهم جمهوريه لحال. هي دولتهم من زمان. انت الصحراء الغربيه من زمان، من 50 سنه وهي محتله يا عزيز، مش جديده. من 50 سنه طلع على الخارطه، من 50 سنه هم بقاتلوا، من 50 والله العظيم من 20 سنه وانا ازر مره تلفزيون مصر جاب وضعهم وانا صغيره، وطلع الخيام، منظر الخيام والقصف عليهم طب معلش سامحيني دكتوره، سامحيني بس عشان يمكن انا ما بعرف هذا الموضوع اكثر، لكن هي محتله من قبل مين؟ من المملكه المغربيه. لا مش قادره، ما بديش. يعني هي هلقت تحت السياده المغربيه بعد شويه. من المملكه المغربيه. طب وليش في مشاكل بين المغرب والجزائر على هذه المنطقه؟ ما فيش بين المغرب والجزائر. بدي اقول لك حاجه، هدول في عندنا لاجئين زي عندنا احنا الفلسطينيين لما هاجروا لجأوا من تحت الاحتلال وضرب الصواريخ وضرب الصواريخ عندهم في درونز وضربوهم وقصف. هربوا الناس، نصهم هربوا زي ما احنا هربنا لسوريا وهربنا للبنان وهربنا للأردن، هم هربوا للجزائر. فهناك مخيمات اللي أنا كنت فيها اسمها مخيمات العزة والكرامة، فيها تقريبا يمكن أكثر من 500,000 واحد ملاجئ، في أطفال ولدوا هناك، في نساء ولدت هناك عمرها حتى الآن 48 سنة. أنا قابلت بالنساء موجودين في مخيمات العزة والكرامة. هناك اسمها الأراضي المحتلة ولعاصمتها العيون، هي صحراء غربية، هذه للصحراويين يا عزيزي من زمان. فهم انت ما تقدر تدخل الصحراء الغربية بصعوبة، الاعلام ما يدخلها، ممنوع حد يدخلها، ممنوع حد يصور هناك الا بامر عسكر مغربي يراقبوك وانت داخل وانت جاي. في هناك اعتقالات دكتورة ممكن في مفقودين، في عندك جدار الفصل العنصري، بعدين اقدم جدار فصل عنصري قبل جدارنا احنا مبني عندهم. وهناك المسيرة الخضراء، يا أي المسيرة الخضراء المستوطنات المغربية. السلام عليكم أخت هالة، يعني ممكن مداخلة الأخت هالة من الصحراء الغربية. يعني أنا بحاول هاي من الأرض المحتلة، خليه يكلمك، هذا ابن الأرض المحتلة. تفضل. السلام عليكم أخت هالة. يعني حقيقة التغطية الإعلامية والتغطية العالم المجتمع العربي يعني حول قضية الصحراء الغربية. قضية الصحراء الغربية عانت ويلات الاستعمار من طرف النظام المغربي من انتفاضة الاستقلال المباركة من 77 99 2005 2006، وسقطوا ياسر من الشباب الصحراوي. أين هي التغطية الإعلامية؟ نرجع ل 2010، أين كانت الإعلام العربي حول القديميزيك وحول الانتفاضة المباركة اللي 2013، كذلك 2019 لما سقطت الشهيدة صباح لنجورني اللي تم دعسها بسيارة الإسعاف، سيارة القوات الملكية. أين كان الإعلام العربي عن قضية الصحراء الغربية؟ فيجب علي الأخ المغربي اللي كان يتكلم قبيل قال عنه نحن ندعم الفلسطين، وأين عن الصحراء الغربية اللي قريبة منك؟ وما تافدتوا ولا حررتوا سبتهم ليبيا وتجي تطبل علينا هون وتتكلم بلسان مزيف يعني. فالحقيقة الأخت هالة وفيتي وكفيتي، وتحيا فلسطين وتحيا الصحراء للغربية ولا نمت عيون الجبناء. وشكرا جزيلا والف تحيه. وسنتعامل لين تموا الناضلوا حتى نيل الحريه والاستقلال والكرامه في كامل ترابنا الوطني، الجمهوريه العربيه الصحراويه الديمقراطيه، ولا نمت عيون الجبناء. صامد يا خيل دمي سال، دمي من اجل الصحراء جعلته شلال، وكل الوطن والشهاده. قبل يوم طلعت معايا بنت قالت لي انا بس مجرد قلت أنا طلعت مظاهرة وطلعت صوتي أقول من حقنا تقرير مصير وعايزين نعمل استفتاء، حبسوها 6 شهور. واحدة تانية
مرة 16 سنة تحت الأرض، قالت لك 16 سنة أنا تحت الأرض ما حد يعرف عني حاجة. 16 سنة، وبعدين أهلي عرفوا إني أنا حية، طلعت 16 سنة. بعدين اجتنا أخت سلطانة، طلعنا مع أخت سلطانة اللي قالت للعالم كله على البث أنا تم اغتصابي قدام أخويا وأبويا. هناك أخت هالة، هناك المفقودين، هناك 500 مفقود صحراوي. فنتذكروا عن سجون الاحتلال المغربية قلعة مقونة، واقدز، والبوسيسيمي، اللي من أبشع السجون المغربية اللي تم فيها كثير من الصحراويين، وتم تعذيب المناضلة السكينة جدهلو. الصحراوي احنا في أنظمتنا العربية هو نعم، ما فيش سجون سرية. اللي بيتكلم كلمة حق وبيحكي كلمة حق بنتفت تحت السجون. ليش كل العالم العربي ما فيش سجون سرية؟ ما فيش ناس محبوسة تحت السجون سرية؟ ما فيش عندنا في سوريا 7000 واحد أسير فلسطيني محبوس عند سوريا؟ ما فيش عندنا محبوسين في لبنان 550 فلسطين أسير محبوس هناك ما عندناش معازيب وناس محبوسة معتقلة رأي في العالم العربي؟ كلها سجون سرية. ما فيش في المغرب مغاربة محبوسين تحت الأرض، مغاربة أشراف أحرار عشان قالوا لا للتطبيع انحبسوا ونحطوا تحت الأرض. في المغرب هناك كثيرة من الأشراف محبوسة لأنها حكت لا للتطبيع. ما فيش ناس تعذبت. صحيح. كل العالم العربي كلهم سجون سرية، اعتقالات سرية. ومصر أكبر سجن أبو زعبل في مصر. السجون السرية ذبحتنا، ذبحت الشباب وذبحت الرأي وحرية التعبير. بدناش نتكلم، كل الشعوب تتكلم، خلينا ساكتين، خلينا مغموسين بالغباء والجهل. وبعدين بتقولوا لي ربيع عربي. اي ربيع عربي وانتم مش عارفين تدافعوا عن حقوقكم، مش عارفين تحرروا العقول؟ حرروا عقولكم وبعدين اعملوا عربي. هناك كلمة قالها الشهيد الولي عريس الشهداء المفسر الثورة 20 الأيار الخالدة. حرروها. هناك مقالة قالها الشهيد الولي عريس الشهداء الأخت هالة. هناك مقالة قالها الشهيد الولي عريس الشهداء مفجر الثورة 20 مايو الأيار الخالدة. قال إذا أردت حقك فيجب أن تسخى بدمائك. نعم، قد سقطت الدماء، قد تشردنا، ولكن مازلنا مواصلين نضالنا حتى نيل الحرية والاستقلال. يا عزيزي أنا مش فاهمة. أنا بعد الأول بدي أديكوا درس بالوعي. أنت لما تكون فلسطيني أو مصري أو لبناني وتساند قضية شعب آخر معناته أنت سبت قضيتك؟ مالكو؟ أنا اللي أنتوا بدكوا العالم كله يساند قضيتكم، بدكوش حد يساند ولا أنتوا تساندوا حدا. أنتوا بدكوا تضلكوا بالعلالي. إحنا الفلسطينية بس بدنا العالم كله يساند طب ساند الآخرين عشان الآخرين يساندوك. اتكلم على الآخرين عشان الآخرين يعرفوا قضيتك. أنت بدك العالم كله يساند قضيتك الوحيدة، وبتكش تتكلم على العالم الآخر، المستضعف في العالم الآخر، المظلوم في العالم الآخر. بس بدك تتكلم العالم بس تتكلم عن قضيتك. بس ساند قضية الناس لو بالكلمة، لو بالدمعة، لو بالسلام. تقول أنا معاكم يا الصحراويين، أنا معاكم يا المصريين، أنا معاكم يا اليمنيين، أنا معاكم يا الليبيين، أنا معاكم يا السوريين، أنا معاكم في كل مكان. أنت مسلم أخويا المسلم، أنا قاعدتي إسلامية مش قاعدتي عربية. أنا أساند كل من قال لا إله إلا الله محمد رسول الله. أنت بتكاش تساند أخوك المسلم. السلام عليكم. السلام عليكم. وأنت راح تساندي واحد مسلم. دكتورة هالة أنا سانزل طلعي الأخ مبارك، راهو يحب يتكلم. طلعي أخ مبارك. لا إله إلا الله. إحنا عايشين في أمة ضعيفة، أمة مهترية، أمة قال بقول لك أنتوا أحفاد مين؟ أحفاد مين أنتوا؟ يا أختي المسلمة. اسمعي بليز، اسمعي. أنا مغربي وأسكن في الجنوب في مدينة السمارة. طيب تفضل. مش ملاقي اسمه مبارك، أنا مش ملاقي اسمه مبارك. تفضل. تفضل يا عزيزتي، تفضل يا بنت العيون. معايا هو مش عارفة وين راح. أنا الإشراف مغلبني، خلوه خلينا نتناقش معه. بنت العيون ماهر يونس طلع من الأسئلة. تفضل يا بنت العيون. سلام أختي هالة، كيف حالك؟ تفضل يا عزيزتي. جزاك الله خير على إيصال صوتنا للمجتمع، يعني للشعوب العربية، وربي يجازيك كل خير.
وانا بغيت نقول لك عنه هذا اللي كان يقول عنه مسمارة وعنه ما فيش، هذا فقط مجرد يعني مستوطن. طبعا يعني تعرفي المستوطنين، بعرف انا في مستوطنين من مسير الخضراء موجودين هناك، بعرف زي المستوطنين الاسرائيليين عندنا، بعرف. صحيح. جزاك الله خير وبارك الله فيك. وبغيت نقول لك مثلا عنه نحن في الصحراويين، نحن في المناطق المحتله نعانوا كثير، يعني نحن نعانوا من القمع ومن الاعتقالات والسجون، يعني نعانوا كثير، فهمتي؟ ويعني كان ياسر من الناس اللي تعاني وما عندهم، ما كان اللي يعرف صوتهم، فهمت؟ يعني مثلا اختي سلطانة خير الحمد لله صوتها قدرت توصل صوتها، بس كاينين اشخاص صحراويين اللي يعانوا وما عليهم حمايه، فهمتي؟ يعني يكونوا خايفين على اهاليهم، خايفين على اولادهم، ويعانوا ياسر من القمع، من الترهيب ومن السجون، نحن نعانوا كثير صراحه في المناطق المحتله. ويا ريت يعني ان شاء الله في لقاءاتك المقبله لما تروحي للمخيمات اللاجئين، مخيمات العز والكرامه، تناقشي الصحراويين يردوا عليك هذيك الفتره ديال الحرب اللي عانوها لما المغرب دخل علينا، شنو اللي عاشوا في فتره الحرب وهذا. نعم. انا احنا حيكون معنا شاهد عيان من المناطق الصحراء الغربية، من المناطق المحتلة، ساقية الذهب احنا بنقول عنها، وحيكونوا معنا على أرض الواقع يتكلموا. احنا تقابلنا معهم في المؤتمر الأخير اللي اليوم بنتهي عقده، وكانوا معنا ناس كثير، إن شاء الله حنطلعهم معنا على البث ويتناقش مع إخواتهم المغاربة. هم إخواتهم المغاربة، هدول إخواتهم يتفضلوا، إحنا أخوة في الإسلام، مش ممكن ننكر هذا الشيء. دكتورة بنت العيون، ممكن بس أسألها إنه لا أنا فولكانو تحت. خلي لحظة انت انا بعرف ان هي ممكن بنخاف حد يضرب سنيال. تفضل يا احمد، حضرتك عارف عن نفسك يا احمد. السلام عليكم. السلام. كيف الحال؟ معك احمد من المغرب. اهلا وسهلا يا عزيزي. ممكن بس نخلي الاستاذ يسال سؤال قبل ما تتكلم عن اذنك؟ تفضل يا عزيزي. انا بدي اسال وانزل انا ولا احمد؟ الشاب اللي بده يتكلم عليك. انا بدي اسال بنت العيون او الدكتوره. انا بعرف انه في الجزائر وفي موريتانيا، هذه الدول اللي على حدود الصحراء المغربيه. هل الدول الثلاثه هذول، او سيبينا من المغرب، هل الجزائر في الصحراء المغربيه اسمها الصحراء الغربيه لسه على صوت البحث؟ لا الغربيه ما خطا فني. هل الجزائر بتعترف 88 دوله بتعترف باستقلالها، وهل موريتانيا بتعترف؟ 88 دوله انا شفت، رحت على ويكيبيديا وشفت، بس بدي اتاكد من هذا الكلام. تفضل يا بنت. وموريتانيا. الاخ اللي سال هذا السؤال مش اسمك اخي؟ بركان من فلسطين. بركان. راح نجاوبك، لكن حبيت نسال دكتوره، المغاربه يسمعوا. دكتوره انت رحتي المخيمات؟ نعم، رحت مخيمات اللجوء العزة والكرامة على تراب الجزائري، على ولاية الداخلة. هذا أقصى جنب، هي بقرب الصحراء الغربية، لكن الصحراء الغربية ما نقدر ندخلها، عليها عسكر جيش مغربي، والجيش المغربي يوجد معاه جيش صهيوني للعلم إسرائيلي. هذه الأخبار العسكرية اللي وصلتنا. أنا شفت فيديوهاتك، لكن حب يسمعوا المغاربة المغيبين ولا اللي ما همش مغيبين ويحبوا يغيبوا نفوسهم، اللي يحبوا يستعبدوا نفوسهم. الصحراويين اللي شفتيه محتجزين من طرفنا، من طرف الجزائر، ولا كان عسكر ولا كان جنود جزائريين واقفين عليهم أنهم يحتجزوهم؟ لا 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 اطلاقا اطلاقا. انا حتى بدي انزل فيديوهات تانية. احنا كنا حاطط فيديو اليوم. السلام عليكم، يا مرحبا، هلا كيفك؟ معك مبارك من جنيف. اهلا وسهلا يا عزيزي. كيف حالك يا اختي؟ نكتب